أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. إسرائيل تنهار. قد لا تصدقون الجملة لكن جنرالا يقولها. وفي قدس الأقداس في الصحال الإسرائيلي في قلب الجيش الإسرائيلي انتفاضة كبرى بسبب ما قاله سموتريتش وزير المالية بأنه تبذير من الجيش، إذ بناية تابعة لوزارة الدفاع وواقع الحال أنها إحدى مقراتها دمرت بفعل ضربة إيرانية، وهذا منشور. وقال سموتريتش إن إعادة البناء في حدود أو على الأقل الصيانة بين قوسين في حدود 150 مليون شيكل. لنرى أن وزارة الدفاع دفعت ب700 مليون شيكل. هذا كله معناه أننا أمام سياسة تبذير يرفضها وزير المالية. تقول معريف: انظروا أمامكم هذا العنوان الخطير للغاية: الزلزال في قدس أقداس صحال الجيش الإسرائيلي. ليس فقط أن الذخائر مهددة في الكيان العبري كما في عنوان ترونه أمامكم، إنما أيضا أمور أخرى، فكل الميزانية تضررت. المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برام يتهم وزير المالية بوقف التحويلات الحيوية ويعرقل قدرات الجيش، فيما سموتريتش يؤكد أن تبذيرا غير ضروري وغير ناجع يفرض تقليل النفقات ب10% ورفع الفعالية. المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أكد أن إيقاف تمويل تجهيزات حاسمة في آلة الحرب الإسرائيلية على مختلف الجبهات، خصوصا التهديد البالستي الإيراني، يعد خطرا وجوديا. أكثر من ذلك، فوزير المالية يجمد الحصول على قطع الغيار لكل الناقلات المدرعة في الجيش التي لم تشارك في الحرب، ويطالب سموتريتش الجيش بوقف التبذير الاحتفالي حسب تعبيره وإدراج معايير الفعالية. لذلك جرى تقليص ميزانيته بحدود 10%، والتقليص في حدود 5% مقبول لدى كل الأطراف. وزير المالية قال: لقد حصلوا على شيك على بياض، الحرب توقفت، يجب أن يعودوا إلى الأساسيات. ليس ممكنا اليوم مواصلة دعم عشرات آلاف من جنود الاحتياط الذين ليسوا جزءا من القوات المحاربة أو من وحدات الإسناد لها. هذا يكلف مليارات الشيكلات في الشهر. فيما مدير وزارة الدفاع أمير برام يقول بأن سموتريتش يعطل توقيع عشرات العقود: الذخائر، قطع الغيار الموجهة للدبابات، أيضا شراء الدرونات، تمويل المناورات، وما سمي بين قوسين بالبنية التحتية للحماية كحالة بعض الجدران الحمائية وغيرها. الوزارتان اصطدمتا، فالخزينة لا تصادق على طلبات الجيش الآن، وليس هناك سوى تمويل قرارات لجنة نجل 25 مليار شيكل على 5 سنوات، ويخص بالتحديد الذكاء الصناعي 60,000 وحدة GPU. يقول سموتريتش: الإنفاق المطلوب سيرفع الدين العام وسيقلص على المدى الطويل ميزانية الدولة وبالتالي ميزانيات الدفاع. وزير المالية يضرب الأمثلة بشكل واضح: بعد ضرب تل أبيب بالصواريخ الإيرانية بناية وزارة الدفاع تضررت. وزير المالية أصدر طلب عروض من أجل تأهيل البناء، فجاء اقتراح ب150 مليون شيكل
فيما وزارة الدفاع قالت ب700 مليون شيكل، وهذا قد نجده واضحا في أمرين رئيسين. الأمر الأول هو إعداد بنايات من أجل مواجهة بعض النيران أيضا بالنسبة للأزيز، أي أن النوعية موجهة بالأساس وبطريقة البناء كما حدث في أكثر من مركز. طريقة البناء، طريقة الحماية تكون مرتفعة، نوعية المواد تكون أيضا مختارة من أجل عدم توسيع الاحتراق في حال حدوثه، أيضا تقليل الصدمة في حال وسقوط صاروخ إلى آخره. كل هذا تجاوزه سموتريتش، يقول لا حرب، معنى ذلك أن اليمين المتطرف لن يدعم حربا جديدة ضد إيران أو أي حرب أخرى. فهذا الذي أكدناه، أن قضية محاربة إسرائيل حربا كبرى ضد أي طرف فهذا أصبح غير وارد، وهذا الذي يؤكده سموتريتش. الحرب توقفت على جميع الجبهات وليس على جبهة واحدة. إذا ما يراه الآن وزير الدفاع وأيضا المدير العام لوزارة الدفاع برام، فهو ينظر إلى إمكانية العمل مباشرة على مخططات حرب جديدة. بالنسبة لسموتريتش لا يرى أن حربا قادمة ممكنة. فغزة أمر منتهي اليوم مع قوات دولية، وبالنسبة لإيران فالتوجيه تام إلى إشعال حرب مع إيران، لكن إسرائيل ستكون في قيادة خلفية. على العموم إذن دعم مباشر ومن الخلف بالقدرات التي تمكن إسرائيل من صناعة الفارق، لا أكثر ولا أقل. أما إسرائيل ستقاتل مباشرة فهذا أمر سموتريتش قطعه وأنهاه قبل أن يذكره نتنياهو مستقبلا. على أي فمدير وزارة الدفاع يقول بعد حرب أكتوبر أو ما يسمى بيوم كيبور باللغة العبرية، فإن حرب أكتوبر قرر معها ميزانية وزارة الدفاع 35% من الناتج الداخلي الخام. يقول الآن الجيش الإسرائيلي ومن ثم وزارة الدفاع في إدارة كاتس تقول ب6.7 فقط، بمعنى أن ليس 35% إنما 6.7 فقط، والكل متفق على 5%. إذن أمر 1.7% تنازل الجيش عنها من أجل الإبقاء على 5%. ورغم ذلك فإن سموتريتش لا يرى ذلك أمرا بارزا لسبب بسيط، لأن اللحظة التي أتى فيها تصعيد الحرب الجيش لم يفعل. يقول سموتريتش جندي احتياط اشترى 4 كاميرات لدبابة وهو يقاتل ب2100 شيكل، فيما نفس الكاميرات في ميزانية الدفاع ب7000 شيكل لكل دبابة أو ناقلة مدرعة. وهذا كله يكشف أمامنا أننا أمام ما يسميه سموتريتش بالإنفاق الاحتفالي. لكن اللحظة الحاسمة التي يمكن الآن تقديرها أن إيران هي العقدة. لا شيء يتحدث اليوم في كل المقال وفي كل التسريبات إلا عن التهديد البالستي الإيراني. 3 كلمات هي التي تعمل عليها الآن إسرائيل، وهي تمول ب25 مليار دولار ل5 سنوات الذكاء الصناعي. لذلك فإن لا شيء بالنسبة لسموتريتش والذكاء الصناعي، فهو يوقع على الشيك، لكن ما دون ذلك فكله لا يراه اليوم صالحا بعد حالة الانعزال مع غزة وأيضا
ومستقبلا بعدم نزع سلاح حزب الله. واليوم الأمين العام لحزب الله يقول لن نسلم سلاحنا، وبالتالي فإن هذه الوضعية قد تتحول إلى نفس خلاصات غزة، إما بتعزيز القوة الدولية هناك من اليونيفيل وإلى قوة استقرار على النموذج الغزي، وهذه وضعية كلها ستجعل من هذه الحدود ومستقبلا بمثابة الحاجز